المشاهدون الأكارم، طبتم أوقات أينما كنتم بكل خير. من الفضايا الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يستقبل وفد سوداني بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي. إحياء اليوم العالمي للإيدز. مدرسة الشهداء الثانوية بأسمرة تكرم الطلاب المتفوقين. رئيس الوزراء العراقي يقدم استقالته رسميا إلى البرلمان. كوريا الشمالية تحذر اليابان من صواريخ باليستية حقيقية. وروسيا تختبر صاروخا فائق السرعة في القطب الشمالي. مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي في قاعة هجر اليوم الأول من ديسمبر وفد سوداني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دوغلو، وتناول اللقاء تأمين السلام السوداني وخاصة تطورات عملية السلام الجارية بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح السودانية. وقدم نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دوغلو توضيحا للرئيس إسياس أفورقي بشأن عملية السلام وتطوراتها، مؤكدا أهمية دعم إريتريا لإنجاحها. وقال الرئيس إسياس أفورقي أن الحل الدائم في السودان يأتي بالسودانيين فقط، ويثق بقدرة وكفاءة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية في هذا الشأن، مشددا بأن الحل الأساسي يمكن في تحقيق مساواة جميع المواطنين السودانيين. وضح الرئيس إسياس أفورقي نظرة إريتريا في عملية إحلال السلام في السودان، ولأن إريتريا تتأثر وتؤثر بأوضاع السودان ولكونها شريك حقيقي للشعب السوداني. أكد بأن الشعب وحكومة إريتريا على الاستعداد للقيام بدورهما لتحقيق السلام في السودان. وبحث اللقاء أيضا العلاقات الثنائية الإريترية السودانية وتطورها والدفع بها قدما، وتوصل إلى تفاهم للعمل المشترك بين الحكومتين. حضر اللقاء من الجانب السوداني عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطاء، والسيدة رجاء نيكولا عيسى، ووزير الثقافة والإعلام السيد فيصل محمد صالح. ومن جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس. تم في 30 من نوفمبر بأسمرة إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي للإيدز تحت شعار تعزيز دور المجتمع لمكافحة الإيدز، بحضور وزيرة الصحة أمينة نور حسين ومنسقة منظمة الأمم المتحدة في إريتريا والضيوف المدعوين. وأوضح المدير العام لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسفطيون في المناسبة الاهتمام الممنوح لمحاربة مرض الإيدز منذ اكتشافه في إريتريا عام 1988 وخفض وفياته، وأن الإنجاز الكبير الذي تحقق يبعث الأمل ويتطلب مضاعفة الجهود لخفض الإصابة والوفيات الناتجة عنه إلى الصفر. وقالت منسقة منظمات الأمم المتحدة في إريتريا السيدة سوزان نوغونغي أن تعهدات أهداف التنمية المستدامة تستهدف خفض الإصابة بالإيدز إلى الصفر حتى 2030 في العالم أجمع، موضحة أن الجهود الإريترية في السنوات العشر الماضية مكنت من خفض المرض لأقل من 1%، وارتفاع كبير لوعي التحاليل الطوعية، وهذه القفزة الكبيرة تكون مثالا للدول الأخرى. وذكرت مراقبة الأمراض المعدية والإيدز بوزارة الصحة الممرضة نجستي تسفا ميكائيل في التوضيح المصحوب بالصور الذي قدمته انخفاض الإصابة بالإيدز في إريتريا بنسبة 87% عامة، وأن الإصابة التي كانت حوالي 2.1 مئوية عام 2003 في الحوامل من عمر 15 إلى 24 نزلت حاليا إلى 0.28 مئوية. من جانبها أوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين أن جهود وزارة الصحة والشركاء والتوعية التي يقوم بها المصابون بالمرض أسهمت لخفض ملحوظ المرض بالإيدز، داعية الجميع القيام بدورهم لاستئصال المرض تماما.
وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 37 مليون شخص مصاب بمرض الإيدز في العالم، وتسبب المرض بوفاة أكثر من 32 مليون شخص حتى عام 2018. اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة ل6 أيام في أسمرة بالتعاون مع مركز الأرصاد الجوي والسلطة الإقليمية للتنمية حول المراقبة البيئية والوقاية من الكوارث البيئية. شارك في الدورة التدريبية الهادفة التعرف على الكوارث البيئية والسيطرة عليها وتبادل المعلومات التكنولوجية وتطوير القدرات البشرية. شارك أعضاء من وزارة الأراضي والمياه والبيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وقال منسق البرنامج السيد أمان صالح لوكالة إيرينا إن المشاركين في الدورة التدريبية ينتظر منهم تقديم مساهمات مؤثرة للقيام بالمساعدات المسبقة لمكافحة الحوادث البيئية وسد الثغرات. من جانبه أوضح منسق إدارة الحوادث في السلطة الحكومية الإقليمية للتنمية إيجاد السيد كفل مريم سبهاتو أن إريتريا تعمل لمواجهة الحوادث البيئية التي قد تقع بالتعاون مع جيرانها والعالم، داعيا المشاركين في الدورة العمل لدراسة الأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية في البلاد والقيام بالاستعدادات المسبقة. وضح المشرفون على الدورة تمييزها لإثارها تبادل التجارب والخبرات التنمية القدرات البشرية، كما وضح المشاركون فعاليتها لاحتوائها على الثقافة. ودعا وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في ختام الدورة التدريبية المشاركين لتطبيق الدراسة التي تلقوها ونقلها لزملائهم في العمل، مؤكدا تنظيم دورات مماثلة مستقبلا لتطور قدرات الشباب. وتم في الدورة التدريبية بحث المعلومات الجغرافية في إريتريا والأرض وشبكة المعلومات والأمطار وأوقاتها وتقديم حوادث الجفاف والسيول وغيرها. أوضح الكادر الصحي في مديرية قلعلو أن أنشطة التوعية المسبقة ساعدت لإنجاح حملة التطعيم ضد الصحائي وتقديم فيتامين ألف. وذكر بأن المواطنين على استعداد دائم لتنفيذ المعلومات الصحية المقدمة إدراكا لأهميتها وفوائدها التي تعود عليهم. وأشاروا إلى حصول المواطنين على التطعيم بقدر المساواة في القرى النائية والجزر، منادين السكان لمواصلة أنشطة إصحاح البيئة. ويوجد في مديرية قلعلو مركز صحي و5 عيادات. كرمت مدرسة الشهداء الثانوية بالعاصمة أسمرة طلابها المنتسبين في الدفعة 32 الذين أحرزوا نقاطا عالية في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 و2019. وقد تم في المراسم التي جرت اليوم الأول من ديسمبر في قاعة سينما إمبيرو تكريم 33 طالبا، بينهم 22 طالبة أحرزوا نقاطا عالية ما بين 3 و4 نقاط. وذكر مدير المدرسة الأستاذ عقبة سلاسة ولدي بأن عملية التكريم جرت هذا العام للمرة الخامسة، وأن تشجيع المتوفق يرفع المعنويات ويخلق منافسة شريفة. وعبر عن تهنئته الحارة بالإنجاز المحقق من الطلاب والمعلمين والآباء. كما عبر الطلاب عن سعادتهم موضحين بأن هذا التكريم يعزز جهودهم في الكليات. دعم عمال السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر أسر الشهداء بموجب تعهد الشباب العمال في إقليم شمال البحر الأحمر كفالة أسر الشهداء بالتعاطر حسب مؤسساتهم. أوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم السيد أحمد جعفر في مراسم تقديم الدعم لأسر الشهداء في 28 من نوفمبر أن البرنامج توسع من المؤسسات إلى إدارة المديريات، مشيدا بمتخذي المبادرات الذاتية لمساعدة أسر الشهداء. وأشار إلى رعاية 38 أسرة شهيد منذ انطلاق البرنامج، والذي تجاوز الدعم المالي إلى صيانة وبناء المنازل لهذه الأسر. وضح مسؤول قسم السياحة في الإقليم السيد موغوس أسغودوم أن مبادرة الشباب العمال تعكس روح التعاون والتعاضد للشعب الإريتري وقيم وقوته.
من جانبه أوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد إسماعيل عثمان أن مساعدة أسر الشهداء الأبطال مسؤولية جميع المواطنين. نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا. سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته رسميا إلى مجلس النواب البرلمان، وذلك قضاة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت الضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين. وتأتي استقالة عبد المهدي من منصبه على خلفية احتجاجات دموية مستمرة منذ شهرين سقط خلالها مئات القتلى وأكثر من 1000 جريح. وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية وتفاديا لما وصفه انزلاق العراق إلى دوامة العنف. وافادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب العراقي سيصوت على استقالة عبد المهدي من منصبه. يشار إلى أن القوات العراقية قتلت أكثر من 400 معظمهم شباب ومتظاهرين عزل منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أول أكتوبر. وقتل أكثر من 10 أفراد من قوات الأمن في الاشتباكات. هددت كوريا الشمالية السبت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أنه قد يرى قريبا صاروخا باليستيا فعليا، فيما وصفته بأنه أقوى رجل عرف على الإطلاق في العالم. ويأتي هجوم بيونغ يانغ على آبي بعد يومين من إطلاق البلاد الآسيوي المعزول ما أسماه منظومة قاذفات صواريخ متعددة فائقة الحجم، فيما ذكرت سول أن قذيفتين سقطتا في بحر اليابان. وقال آبي أن الصواريخ التي حضر إطلاقها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باليستية، مشيرا إلى أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة. وهذا ثاني انتقاد شديد من بيونغ يانغ بحق آبي خلال الشهر الجاري، ففي 7 نوفمبر توعدت بأنها لن تسمح له بدخول أراضيها بعد إدانته تجربته الصاروخية الأخيرة. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية على خلفية برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية التي تقول أنها تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد غزو أمريكي محتمل. مشاهدينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء. نترككم مع باقي برامجنا. إلى اللقاء.